مساء الفل حبابي وحباباتي ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم محمد البسكري. رجعت لكم إن شاء الله وجبت لكم اليوم واحد الوصفة اللاير كيك بطريقة جد مبسطة وبالميزان. يعني اللي أي وحدة مبتدئة وجامي خدمت اللاير كيك ولا الجينواز هذه رايحة ت يعني تصلح لها من أول مرة وأول استعمال، رايحة تجيك يعني روعة روعة. وبزيادة هذه اللاير كيك البنات درتها لكم، يعني تجي مشربة من داخل، تجي فيها مكونات ما شاء الله، ورايحين تعتمدوها وصحاب المشاريع رايحين تبداو مشاريعكم من اليوم. نبداو مباشرة، وقبل ما نبداو البنات ديري جيم وابوني وتبعي معايا. عندك هنا هذه الجينواز البنات خدمتها معاكم قبل في الفيديو اخر، دوك نحط لكم الفيديو تاع الجينواز في صندوق الوصف، وطريقة تاع التقطيع نتاعها كيفاش تقطعوها وكل شيء راه كاين في الوصف، نحط لكم في صندوق الوصف في الفيديو اللي فات. اليوم البنات راح ندير معاكم يعني طريقة التزيين نتاعها وكيفاه نحشيوها وكيفاه يعني الطرق تاعها كامل، راح نديرها لكم بالتفاصيل في الفيديو هذا. عندي هنا في إناء عندي كاس كريم شانتي، وعندي مغرف بودرة الكاكاو بني يكون من النوعية الجيدة. في نفس الكاس اللي كيلت به ما غسلته ما والو البنات، فيه غير شانتيي، زدت كيلت به كاس معمر ما بارد، يكون يعني فيه شوية جامد، يكون فيه هكا لي كلاصون حبات خفاف برك ماشي حاجة. بعدها هنا البنات نطلعها بالباتر مدة حوالي حتى 10 دقائق، من 7 دقائق ل10 دقائق، حتى يضاعف الحجم نتاعها لا كريم شانتي تاعي، حتى يولي الخليط تاعها كيما هكا، ورايح يولي شوية في الكريم، يعني ما يعودش الشوكولا كيما في الاول. بعدها نجملها كامل ونديرها في البوشادوي ونحطها بجنب. نجي هنا البنات، رايحه نزيد نطلع، حطيت هنا كاس تاع كريم شانتي، بنفس الكاس اللي كيلت به نزيد نكيل به كاس اخر ماء، يعني حنديرها هنايا باللون الابيض، مانيش رايحه نديرها شوكولا، رايحه نستعمل زوج الوان من في الحشو الداخلاني، في الداخل في الحشوه تاعها نستعمل شوكولا، وراح نستعمل الابيض اللي رايحه نديره على الاطراف، يعني في الحواشي تاعها. هنا وش عندي البنات؟ عندي الجينواز تاعي، عندي هنا اللوز اللي كنت حمصته في الفور، وبعدها قسمته كما راكم تشوفوا هنا غير بموس برك، ودرتهم شويه كبار. وعندي ثاني هنا الجوز ثاني راني قليته حمصته ثاني وكسرته غير هكا بشويه برك بموس. عندي هنا الفرامبواز اللي هو يتماشى مع ذوق الشوكولا ويجي روعه. عندي هنا شوكولا تارتيني، وعندي ذوق، عفوا قلت لك الذوق عندي هنايا الكراميل، ولا تشري الذوق تاع الكابريز يعني يجي روعه ثاني. وهنا عندي لا كريم شانتي ذوق وشوكولا، وعندي الفاني. وهذا القطر عنده 18 سنتيم اللي خدمنا فيه الجينواز، رايحه نديرها، رايحه نزينها فيه ثاني. وعندي هنا البنات الشربات، عندك كاس سكر بزوج كيسان ماء، وتحطيهم على النار حتى يغلي هذاك الشربات تاعك مدة 10 دقائق، تطفي عليه. هنا البنات راح نجبت هذاك المول اللي راح نزين فيه، نحط طبقة من الجينواز من الطبقات اللي الوسط البنات، نحطها هي الاولى. الطبقة الاخيرة هذيك اللي تكون تحت خلاص، هذيك نخليها هي الاولى. نشربها شوي البنات، ما تشربوهاش ياسر الجينواز تاعكم، باه من بعد كي ما تجيك الشاربه ياسر وكي تعودي تزيني فيها تفسد لك ولا رايحه تتكسر لك، ماشي رايحه تعاونك يعني في التزيين نتاعها. ديما الشربات في الجينواز ما تشربوش الجينواز تاعك ياسر، شربيها ماشي ما تشربيهاش خلاص، بصح ما تشربيهاش لدرجه كبيره، باه كي تعودي تزيني فيها ما تطيحلكش. هنا البنات جبت لك خيم شانتيي البيضة، درتها على الجوانب، وجبت ثاني او شوكولا درتها من وسط. بعدها نجيب مغرف، ولا هي مغرف اللي تساعدك احسن، ديري مغرف وحده طول استعمليها الشينواز البيضة، باه ما ديرلكش ما تخلطيش الالوان مع بعضها لوغو. ولا تاع الشوكولا ديري لها ثاني مغرف وحدها، يعني تبسطيها هكا شويه برك. بعدها هنا نجيب المكسرات، واش عندك نورمال ديري، حتى ما عندكش مكسرات ديري كاوكاو، ما عندكش خلاص ديري الجينواز وحدها راح تجيك ثاني تهبل.
في الطبقة الأولى درت لا كريم شونتيي، درت البيضة ودرت الشوكولا ودرت لها شوية تاع المكسرات من اللوز، وبعدها حطيت الطبقة الثانية تاع الجينواز وزدت شربتها ثاني شوية بالشربات. ما تشربوهاش ياسر برك البنات، كيما قلت لكم تبعوا الخطوات، رايحين تنجحوا فيها. بعدها نجيب هنايا مغرف ندير بها جينواز تاع الشوكولا، ونزيد مغرف اللي رايحه ندير بها البيضه. وبعدها نزيد هنا نروح نجيب هذاك الجوز، نزيد نحط شويه جوز من وسط. البنات المكسرات ديما اقلوها كيما قلت لكم، حمصوها وكسريها وخليها تبرد باش ديريها، راح تحافظ لك على القرمشه تاعها حتى كي تقعد 3 ايام. هذيك الجينواز تاعك لا طارت ما هيش رايحه تولي يعني تولي ناديه ولا شغل يدخلها هكا الماء، ولا ما هيش راح يصرى لها والو. بعدها البنات ضفت لها الكراميل كيما شفتوني، وزدت غطيتها بالجينواز واحدة أخرى. طبقة ثالثة درتها، وبعدها هنا نزيد ندير شوية تاع اللوز من المكسرات، ندير شوية لوز من فوق. وكي يكون عندك البندق ثاني ديروا البنات نورمال. فوق هذاك اللوز درت الفرامبواز كيما راكم تشوفوا البنات. الفرامبواز يمشي مع الذوق الشوكولا، يعني يجي روعه روعه، يعطيها لون ويعطيها بنه تهبل ما نحكي لكمش كيفاه. هنا درت الطبقة الرابعة ورايحة نغطيها ثاني بالكريم شانتيي البيضة. هنا البنات لا كريم شانتيي كملت لي، هذه الأخيرة يعني جاتني قد قد. والشوكولا مازالت، راح نكمل نحشي من وسط ثاني بلا كريم شوكولا لا كريم شانتيي. وكما تقدروا ثاني البنات ديروها بلا كريم بوغ، يعني ثاني تجي روعة روعة. ولا ثاني البنات تحبوا ثاني تخدموا غاناش مونتي ثاني للحشو ثاني يجي روعه روعه. يعني في لي كوموند نتوما والزبونه نتاعك واش قالت لك هي يعني ديري لها. هنا البنات انا راهي غير عيد ميلاد ولادتي يعني درتها كيما هك. درتها بالجوز واللوز ودرتها بلا كريم شونتيي فقط. هنا في الاخير البنات راني زدت ضفت الجوز وضفت اللوز فوق لا كريم شونتيي وندير شوكولا تارتيني. انا استعملت الجزيريه البنات، كيما تحبوا نتوما تستعملوا اللي عندك استعمليها نورمال. كاين المرجان ثاني بنينه ثاني تقدروا تستعملوها، تجي بنينه روعه ثاني في الجينواز ولا طاغت ثاني تجي بنينه تجي روعه. هنا البنات في اخر طبقه اللي هي اللي تجي من تحت خلاص في الجينواز، شوفوا كي نقلبها راح تشوفوها. هذه الطبقه الاخيره ديما نخلوها هي الاولى. بعد ما ضفت هذيك الجينواز درت لا كريم شانتيي، درت الشوكولا، درت المكسرات وشربت الطبقه الاخيره زدت شربتها ونغطي بها ونحي هذوك الزوائد، نحاول نطلعهم عليها باه ما نخليهمش خارجين. هنا البنات بعد ما زينتها وحشيتها عفوا من داخل، رحت نجيب بابي فيلم ونغلفها به ونخليها حوالي 24 ساعة، يعني يوم كامل في الكونجيلاتور، يعني حتى تجمد مليح. وإلا كنتي مزروبة خليها حتى 4 سوايع ل6 سوايع. إلا كانت يعني عندك كوموند ومزروبه بها خليها على الاقل 6 سوايع بعد ما تخرجيها البنات. كاين اللي يسقسوا ويقول لك راهي طول ما نعرفش نخرجها وتحصل لي في المول وكل شيء. انا واش نقول لكم البنات ديري لها غير كيما هكا بيدك برك، يعني الحراره تاع اليد راح تخرج في ساعة. وبالمول هذا غير تلظيها هكا من تحت. شوفوا المول نتاعي البنات اللي نخدم به انايا، هذو لي مول روعه روعه روعه، يعني يساعدك في كي تعودي تخرجيها مش رايح يتعبك. ويلا قعدت لك يعني قاصحه وما حبتش تخرج غير بالشاليمو دوري عليها داير ساير وتخرج نورمال. ذوب يعني شويه ديك لا كريم شونتي ما تكثريش برك باه ما تذوب لكش ياسر. بعدها هنا البنات حطيتها في الطبسي هذا ولا اي حاجه اللي عندك راح تزيني فيها. حطيتها وجبت لا كريم شونتيي، زدت خدمت قدر كاس ولا اللي راح تزيني به كاس كريم شونتيي مع كاس ما. طلعتهم ورايحه نمونطيها من فوق، يعني نزينها كامل ونغطيها ما نخليها حتى فارغ. بعدها نروح نجيب لاكوبات ولا المسطره تاع الحديد هذيك تاع لاطارت اللي كانت موجوده عندك. ما تزيديش على روحك، يعني الا كانت عندك لاكوبات برك يعني تقدري ديريها وتجيك الجينواز تاعك لاطارت لاير كيك كما راكم تشوفوا. تبقاي تدوري حتى تولي يعني ملساء خلاص تروح لك هذوك الثقبات تاعها اللي راهم فيها.
كيما راكم تشوفوا هنا نبقى غير ندور البنات، والبلاصه الثقب اللي تلقايه زيدي عاودي ديري له شويه كريم شونتي وقعدي دوري يعني راح تطولي بالك معاها فوق اللازم. هنا البنات انا عندي توام، عندي طفله وطفل، راح بما انه راح ندير لهم عيد ميلاد تاعهم، درت لون في الازرق ودرت في اللون الوردي. كريم شونتيي ثاني طلعت كاس وزدت له شويه ملون ازرق تاع كريم شونتيي، وزدته كاس ماء وملون ازرق وطلعتها كما شفتوني بنفس الطريقه، وزدت طلعت ثاني في الوردي، ثاني درت كاس كريم شونتيي ومع كاس ماء وزدتهم ملون وردي وزدت طلعتها، بعدها درتهم هنا في لا بوشادوي. البنات انا استعملت لا كريم شونتيي، كاين اللي راه تسقسي وتقول لي وين نوعيه راكي تخدمي بها وعجبتهم بزاف لا كريم شونتيي، واللي هي احسن نوعيه نخدم بها انايا اللي هي بياض الثلج لا نيج بلونش نيج عفوا. ونكمل البنات نزينها، انا زينتها هنا درت نص ازرق وراني نمشي فيه كما راكم تشوفوا حتى يولي هذاك النصف املس خلاص. بعدها نزيد نجيب هذيك لا كريم شونتيي الوردي ونزيد نعاود ثاني نغطي النص الابيض هذاك. انا عليه البنات مشيتها كامل غطيتها بالابيض باه ما يبقى ليش هذه الاطراف باينين باللي من داخل، ديما نكوفريها بالابيض باه نزيد اللون الثاني اللي رايح نديروه. وهنا البنات راح نبدا ندمج باه نخلط الالوان مع بعضهم، يعني يولي لي الازرق والوردي شويه قايسين بعضهم كي نبدا نحرك فيها بلاكوبات، يعني ندير دمج بين اللون الوردي واللون الازرق باه يتخلطوا شويه مع بعضهم. هنا بعد ما دمجتها كامل البنات ونقيت هذيك الزوائد اللي كانت طايحه منا ومنا فوق الطبسي، وكما راكم تشوفوا راهي ولات ملساء خلاص. هنا البنات رايحه باش ندير لي غوزاس، عندي هنا شويه كريم شونتي اللي فضلت ومن الوردي، وعندي شويه من البيضه ثاني، وعندي شويه من الزرقاء، انا فضلتهم بالعين باه نزين بهم في الاخير. ونزيد حطيت شويه من الوردي وحطيت شويه من البيضه من وسط وحطيت الازرق في الاخير. يعني الفيديو موضح بلا ما نقعد نشرح لكم. ونجيب هذاك البابي فيلم ونلويها بشويه، بعدها نغلقها البنات ونجيب البوشادوي اللي نكون درت فيها المول اللي رايحه زعما نزين بيه، ونجيب نقسم شويه هذا الراه زايد هنا البابي فيلم، وندخل هذيك البوشادوي اللي خدمتها لابوش اللي درت فيها لا كريم شونتي ندخلها في البوشادوي، ونبدا ندير لي غوزاس كما هكا. شوفوا كيفاش تجي فيها الابيض والوردي والازرق، تجي تحفه والله يا البنات، يعني بطريقه مبسطه خلاص درتها لكم. اللي مش متعلمه راح تديرها روعه ورايحين يفرحوا بها كامل، ورايحه تخلعيهم في الشيء اللي خدمتيه. هنا درت لي غوزاس من فوق ومن تحت درت خطوط مائله فقط، يعني شكل خفيف ما حبيتش نكثر، درت شكل خفيف فقط هكا داير ساير نديرها كامل دائري. وهنا في التزيين راني جبت حبات من السمسم كما راكم تشوفوا، سمسم ملون جبته راح نرشيت هكا رشه خفيفه من فوق، وراح نكمل رش هكا على الحواف تاعها داير ساير. البنات نضحككم انا راني نرش فيها السمسم راهي طير فوق البوطاجي، شوفوا ولادي كيفاه راه يلمدوا في السمسم وياكلوا. تعرف وانا راني ندير في المونتاج قابلوني عنموت بالضحك، قلت والله نخليها ما نحيهاش في المونتاج نورمال معليش. وهنا راني جبت حبه رافاييلو، حبه فيريروشي، حبه شوكولا، حبه تاع البندق، يعني تزيين فقط من فوق واش عندك ديري تزيين، تحبي ما ديري والو تخليها هكاك سامبل ثاني تجي روعه. البنات بعد ما زينتها وكيما قلت لكم يعني بعد ما تزينيها كيما هاك يستحسن تزيد ليله كامله باه تقدري تقسمي وتاكلوا منها. انا راني خليتها حوالي 6 ساعات باه قدرت نعاود نقسم باه تدخل هذيك المكسرات تدخلها المكونات، يعني تتجانس وما تعبكش في الطريقه تاع القسيم نتاعها. انا هنا بعد 6 ساعات من زينتها وكملت راني هنايا نقسم فيها نوري لكم من داخل كيفاه جات روعه. جات الطبقات ثاني ما شاء الله، دوك تشوفوها البنات في الفيديو. هنا شوفوا كيفاه راني نقسم فيها، من في القسمه ماشي صعيبه خلاص.
شوفوا الطبقة تاع شوكولا فيها الوردي فيها الفرامبواز راه باين من داخل، يعني المكسرات. نتمنى منكم ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم وينال اعجابكم، وما تنسوش البنات ديروا جيم لا فيديو، ابوني هنا في القناة، وتبارطاجوها مع كامل لي زامي نتاعكم. والبنات اللي راكم تجربوا ادخلوا عندي في الفيسبوك مطبخ ام محمد البسكري، راني دايره نفس الفوطو تاع الفيسبوك نتاع اليوتيوب، ادخلوا بعثوا لي التجارب نتاعكم وتفرحوني بزاف بزاف بهم. ونقول لكم تهلاو في رواحكم، وفي الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. وما تنسوش ديروا ابوني وجيم لا فيديو، ونقول لكم سلام.